مساء الخير، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الوصفه ديال اليوم غادي تكون ان شاء الله واحد الكيكه اللي كتجي اكثر من رائعه في المذاق ديالها، بالفاكهه ديال الخوخ وبالكريمه. المكونات غادي يكونوا متواجدين في البيت بطبيعه الحال واقتصاديه على قد جيبكم، وممكن تحضروها بالفاكهه ديال الخوخ او الفاكهه ديال المشماش. هذا هو الموسم ديالهم، راه كيكونوا دابا موجودين في السوق. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ونبداو على بركه الله. في اناء فارغ غادي نوضع 3 ديال البيضات يكونوا من حجم كبير ويكونوا واخدين درجه حراره الغرفه. غادي نضيف لهم كاس الا ربع من سكر سنيده او سكر خشن. من بعد غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح لتعديل الذوق او لتصحيح الذوق، وغادي نزيد واحد الكيس ديال السكر منكه بالفانيلا، وغادي نخلط المكونات جيدا. غادي نضيف واحد كاس لاروب ديال زيت المائده. غادي نخلط المكونات جيدا حتى يمتزج ليا الزيت مع باقي المكونات. بالنسبه للعبار ديال الزيت بحال العبار ديال السكر. غادي نضيف ياغورت بنكهه الفانيلا من وزن 110 غرام، وغادي نخلط المكونات جيدا. وهنا زدت كاس الاروب ديال الحليب يكون حتى هو دافئ بدرجه حراره المطبخ، وغادي نخلط المكونات جيدا حتى يمتزجوا ليا كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو. من بعد غادي ندوز للنواشف. بالنسبه للنواشف استعملت 200 غرام ديال الدقيق ابيض يكون ممتاز خاص بالحلويات. من بعد ضفت ليها 2 اكياس من خميره كيميائيه، غادي نخلهم ضروري باش نتفادى دوك الحبيبات. غادي نوضعهم على جنب حتى نوجد الكريمه. عاد غادي نخلط الدقيق. بالنسبه للكريمه استعملت علبتين من ياغورت بيرلي، استعملت واحد اللي بالسكر وواحد يكون طبيعي. استعملت 2 معالق كبار من كريم تشيز او لا جبن كريمي. ممكن انكم تستغنوا على هذه الخطوه. من بعد غادي نضيف بيضه كامله. غادي نزيد كيس من سكر منسم بالفانيلا. من بعد غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده او سكر خشن، وغادي نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على واحد الجبن اللي يكون سائل واحد شويه. من بعد ما وجدنا الكريمه ديالنا غادي ندوزو للخليط اللي خليته على جنب. غادي نخلط داك الدقيق مع الخميره الكيميائيه جيدا حتى نحصل على هذا القوام اللي غادي تشوفوه معايا. الكيك خصو يكون ما ثقيل ما خفيف. غادي نستمر في التحريك حتى نسالي الكميه اللي عندي. من بعد ما مزجت الدقيق مع السوائل غادي ناخذ واحد البول زجاجي. غادي ندهنو بالزبده فقط. غادي نفرغ الخليط
كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ناخد حبتين من الخوخ غسلتهم وزولت لهم القشر ديالهم، قطعتهم على قطع صغيره. من بعد غادي نستفهم في داخل الخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما ساليت ترتيب الفاكهه ديال الخوخ داخل الخليط، غادي نفرغ الكريمه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نوزع الكريمه بشكل عشوائي. واخر خطوه غادي نزيد اللوز ايفيلي. فين غادي نزيد داك اللوز؟ غادي نزيد اللوز في دوك المناطق اللي ما وضعتش فيهم الكريمه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما سالي التزيين ديال الكيك، غادي ندخلها الفرن اللي سخنته من قبل بواحد 10 ديال الدقائق. غادي نخليها طيب من الاسفل على حراره 180 درجه. ملي نشوف الجوانب ديالها بداو كيتحمروا غادي نطفي الاسفل وغادي نشعل عليها من الفوق باش تكمل التحمار ديالها والطياب ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. من بعد ما طاب كنزينوه بخطوط ديال العسل. من بعد دوك الخطوط ديال العسل غادي نحاول انني نوزعهم بواحد الفرشاه باش الكيك يتلبس بداك المذاق ديال العسل. وغادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي معلكه ولذيذه بطبيعه الحال. كيبانوا فيها دوك الطروفه ديال الخوخ مع الكريمه. كنتمنى انكم تجربوا هذا الفيديو. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد القناه. ما بقى لي الا نودعكم. خليت لكم الراحه. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.